اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهنا والرضا والمحبة وراحة البال، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. يا ريت بقى لو أول مرة بتشوفيني تنزلي تحت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. ويا ريت تقولي لي انت بتتابعيني من انهي بلد، ده بيشرفني وبيسعدني وبيفرحني جدا جدا. النهارده بقى ان شاء الله كده معانا فطار اقتصادي وجميل وبيرمي كمية مناسبة جدا معايا. طب ندخل كده ان شاء الله في الموضوع على طول ونشوف معانا ايه. انا هنا معايا اول حاجة كوباية برغل، غسلتها كويس جدا. بعد ما غسلتها امشي معايا على نفس الخطوات عشان تاخدي كفتة بجد بجد للأمانة، ولا أروع من كده ولا حد هيحس إن هي فيها إضافات. بعد ما غسلتها كويس جدا ونضفتها، اديتها ضربة كده ايه في المطحنة عشان انعم البرغل. تمام. هنا بقى معايا بصلتين، انا هنا كان عندي بصل متفرز فبصلتين مبشورين، في مقدار بصلتين مبشورين يكونوا وسط. تمام. ومعايا ايه حزمة بقدونس كده مفرومة. هبتدي بقى اخلط البرغل والبصل المفروم والبقدونس، وهبدأ بقى احط التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقتين بصمات، ملح وفلفل وجنزبيل، ما بحطش اي اضافات تانية عشان ما غيرش طعم الكفتة. تمام. تبقى محتفظة بطعم اللحمة بتاعتها. تمام. وهنا برضو كان عندي اللي هو الدهن اللي بيتفرم ده اللي هو بنعمل منه سمنة. فرمت حتة كده في المطحنة وابتديت ان انا احطها دي، لان الكفتة دي طبيعتها اللي فيها برغل بتبقى ناشفة شوية، فبتبقى محتاجة شوية دهون معايا تطريها. تمام. فلو عندك دهن حطي، ما عندكيش حطي بدلها معلقة سمنة كبيرة، معلقة سمنة بلدي، معلقة سمنة عادية، المتواجد تحطيه عندك. هبتدي اسيب البصل والبرغل والبقدونس والتوابل دي مع بعض لحد ما البرغل يشرب كمية السوائل كلها الموجودة في البصل والموجودة في التوابل بتاعتي. تمام. يعني هسيبها مقدار اقل حاجة نص ساعة كده لحد ما المقادير كلها تشرب مع بعض. بعد كده هبتدي ان انا اضيف اللحمة المفرومة، وانا كان معايا نص كيلو لحمة مفرومة. ما شاء الله تبارك الله عمل لي كمية، يعني حوالي كيلو وربع او كيلو ونص لحمة. تمام. انا ما عنديش ميزان، ولكن بالتقريب كده. هنا بقى ابتديت اقطع بصلاية طماطماية فلفلاية كده، اعملها فرش كده للكفتة، بتنكه الكفتة وفي نفس الوقت بتخلي طعمها جميل. والصوص اللي بينزل من الكفتة بينزل عليها بيخلي بجد طعمها تحفة جدا. انا هنا جبت اللي هما العصايتين بتوع شيش طاووق، عصاية واحدة هتبقى رفيعة، انا عاوزة ايه الصباع كده زي اللي بنجيبه بالظبط من بره. وابتديت هنا حطيت معايا معلقة صلصة كده وعليها شوية زيت وملح وفلفل. دي بتخلي لون الكفتة معايا يطلع نفس كفتة الحات اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. وهبتدي اصبع كده. انا الكفتة معايا ساقعة لاني كنت حطاها في التلاجة، فده كويس هيخليها تتجانس معاكي اكتر. بالمناسبة أنا حطيت معلقة بيكنج باودر ولكن نسيت أذكرها في المكونات. لازم معلقة البيكنج باودر الممسوحة الصغيرة، دي من عوامل نجاحها عشان الكفتة معاكي ما تطلعش مكتومة، تطلع فيها فراغ كده من جوه، وتحس ان القطمة مش مكبوسة كده. فاهمين قصدي طبعا. أنا هبتدي بقى اصبع كل الكمية اللي معايا كده اهو. واخد كده اهوت على السخين، وفي الاخر بعد ما اصبعها ببتدي ايه ادهن ايدي كده دهنة خفيفة من الصوص اللي انا عاملاه ده. ده بيخلي لونها بتفرق جدا جدا في اللون بتاعها. تمام. طيب ايه تاني عشان عوامل الكفتة دي تطلع معاكي ناجحة؟ الكفتة دي بتحتاج سوى زيادة شوية، خدي بالك كويس من النقطة دي. يعني لو الكفتة العادية اللي من غير أي إضافات، أو مثلا اللي فيها بقدونس وبصل وكده وبتحطيها في الفرن نص ساعة، لا دي ممكن تاخد معاكي ساعة إلا ربع. تمام.
ابتديت بقى ان انا صبعت كل الكمية اللي معايا، ما شاء الله عملت لي صينية محترمة، والصباع كبير يعني ما شاء الله تبارك الله، كمية كويسة جدا. هبتدي بقى احطها في التلاجة كده تتشمع شوية لحد وقت الفطار. هبتدي ايه قبل الفطار كده بساعة ادخلها في الفرن، فرن سخنة جدا طبعا وعلى درجة حرارة عالية، وهبتدي احطها في اول رف من تحت خالص. تمام. هتقعد معايا اقل حاجة ساعة الا ربع، وهتابعها كده من وقت للتاني، لو هي محتاجة شوية مية كده ربع كوباية ولا حاجة هبتدي اديها. هنا كنت ملينة تمر هندي حطاه، انا ما خدتش الكمية كلها، يعني خدت كسرت حتة كده على كوباية مية سخنة، وحطيتها من قبلها بليلة. ابتديت تاني يوم اجيبها، كانت لانت بقى خالص ودابت معايا، ابتديت ان انا احطها في الحلة واحط عليها رتل مية. تمام. اول ما ابتدت معايا في الغليان حطيت عليها كبشة كده صغيرة من الكركديه. تمام. بس هنا كان هوا بقى شوية، اديتهم غلوة كده كمان مع بعض وطفيت عليه، يعني انا ما بخليهوش يغلي كتير عشان طعمه ما يبقاش لاذع. ابتديت بقى ايه اصفي كل المكونات الحلوة دي كده ايه مع بعض. بجد التمر هندي ده في البيت بجد طعم مختلف خالص، يعني طعم تاني خالص خالص غير اللي احنا بنشتريه من بره. ده حاجة اصلية وحاجة خام وحاجة نظيفة، وانت عارفة بتشربي ايه لولادك من غير الوان صناعية، من غير بقى يعني سوري اي عك بقى ولا اي حاجة من الحاجات دي. تمام. ده على فكرة هيبقى مركز جدا، يعني أنا مثلا ممكن أخد منه كوباية ولا كوبايتين أحطهم على رتل مية. تمام. دي يعني بيبقى تقيل جدا عشان كمان طعمه بيبقى قوي وفيه اللزوعة دي عالية قوي. هبتدي كده أصفي كل المقادير، كل الخليط اللي معايا ده لحد بصوا يعني ما خليش فيه أي حاجة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، عاوزة تعصريه بإيدك اعصريه، الأسهل ليكي اعمليه اهو. هنا كنت خلاص صفيته وخلاص القشر بتاعي ما فيهوش أي حاجة، اتخلصت من كل حاجة فيه. تمام. آه بصوا بقى اللي تحت تقيل جدا، تقيل جدا يعني هو كده ما يتشربش أساسا. أنا ابتديت جبت كده هو الشفشق ده كده معايا، وحطيت عليه كوبايتين، حطيت عليه كوبايتين كده خام، وحطيت بقى السكر بتاعي وكده، وهبتدي ان انا احطه ايه في التلاجة يسقع، والباقيين دول هقسمهم على كيسين ولا على 3 اكياس كده، وابتدي احطهم في الفريزر، كل ما ابقى محتاجة اخد كيس وازود عليه مية. تمام. انا هنا كنت بحضر الطحينة بقى. دي الطحينة اللي انا كنت عاملاها معاكم، يعني احنا بنعمل حاجات كتير جدا في البيت. بجد تابعيني ان شاء الله هتستفادي جدا جدا من قناتي. بإذن الله هتطلعي مستفادة منها، ولو معلومة واحدة بس إن شاء الله هتطلعي مستفادة منها، لأن احنا بنحاول نعمل حاجات اقتصادية، بنحاول نسهل علينا وعلى حياتنا. بنحاول نتكلم في كل حاجة، حتى في المشاكل، حتى في ميزانيات البيت، في كل الحاجات دي بنحاول إن شاء الله بإذن الله نلاقي لها حلول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انت وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تدعميني باللايك، صدقيني اللايك ده ببلاش، مش هيفرق معاكي في حاجة، ولكن هيفرق معايا انا ان الفيديو بتاعي يتشاف وان تعبي ما يروحش على الفاضي. يا ريت تقولي لي انت بتتابعيني من اي بلد، وتشيروا الفيديو لاخواتكم ولحبايبكم ولاصحابكم، ده هيسعدني وهيفرحني جدا جدا. انا خلاص بقى كان وقت الفطار معايا قرب، وابتديت بقى ايه احضر التحضيرات الاخيره كده. ابتديت برضو احمر بطاطس كده مع الاكله، الكفته طبعا بتحب البطاطس المحمره بتليق جدا جدا معاها يعني. وابتديت احضر الفطار بتاعي كده، فطار بسيط ولذيذ واقتصادي، وما شاء الله ضعفنا الكميه بمكون، يعني البرغل ده ضاعف معايا الكميه، وفي نفس الوقت انا مش بضاعف الكميه كده وخلاص، لا، ده بروتين نباتي، يعني انا خلطت بروتين حيواني اللي هو موجود في اللحمة مع بروتين نباتي. وشوفي بقى على جوجل كمية الفوائد اللي موجودة في البرغل، يعني احنا ما فيش حاجة حطيناها نزود بيها الكمية الا اذا كانت مفيدة. تمام. البقدونس، البصل، البرغل، كل دي اضافات بتزود اللحمة اللي معايا او الحاجة اللي معايا قيمة غذائية اكتر.
هنا الحمد لله كنا خلاص فطرنا والحمد لله، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. وهنا كان كالعادة بعد صلاة التراويح ابتديت إن أنا أعمل لهم حاجة حلوة، كانوا بقى إيه زهقوا من الكنافة والقطايف، قلت النهاردة نغير كده ونعمل معانا وصفة إيه حلوة كده إيه وتغيير. أنا هنا جبت كوبايتين مية وعليهم كوبايتين دقيق، تمام، وهحط كده نص معلقة ملح صغيرة، كل ده لسه على البارد، وهحط نص معلقة ملح صغيرة ومعلقتين سكر، تمام. هبتدي اخلط كل المكونات دي على البارد. هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل بلح الشام. هبتدي يعني اخلط كل المكونات دي مع بعض لحد ما تتجانس مع بعض كويس جدا. بعد كده هرفعها على النار، بعد كده هقيد عليها النار، تمام. بس كده. امشي معايا خطوة بخطوة عشان يطلع ان شاء الله معاكي ناجح، يعني عشان يطلع من عوامل نجاحه تمشي معايا كده على الخطوات. هبتدي بقى ايدي ما تسيبهوش، هبتدي اقلب فيه باستمرار 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 لحد ما العجينة السايلة دي هلاقيها بتلم معايا وتستوي معايا وتسيب الصينية كلها وتكور معايا كورة، تمام. يبقى دي كده اول خطوة في خطوات بلح الشام، تمام. هبتدي اقلب، ما تسيبيش ايدك خالص، ما تقوليش دي عجنت ولا كده، لا، ولا كتلت، لا، خليكي مستمرة معايا كده في التقليب. بجد جميل قوي واقتصادي، يعني من كوبايتين دقيق بس. وبالطين يعتبر او بيضة ممكن كمان، هتشوفوا معايا الخطوات. وعملتي حاجة حلوة سهلة وبسيطة وفرحتيهم من اقل حاجة. بصوا كده العجينة أنا ابتدت تلم معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكري ربنا دايما طول ما انت شغالة، اسم ربنا ما يفارقكيش. ده بيخلي الحاجة تنجح معاكي. بيخلي الصعب عليكي بيعدي معاكي سهل. بيخلي كل حاجة بيبقى فيها بركة، يعني حياتك فيها بركة، بيتك فيه بركة، أكلك فيه بركة، شربك فيه بركة. بيخلي بركة في حياتك كلها. غير كده بيخلي عندك استقرار نفسي وسلام نفسي بطريقة بجد ما تتخيلهاش. دوموا على ذكر ربنا، دومي على الاستغفار، دومي على الصلاة على سيدنا محمد كتير. دي بتخلي رزق في بيتك كتير، بتخلي حياتك مليانة حب وطاعة ورضا وتسامح وكل حاجة كويسة. نرجع بقى لوصفتنا. بصوا هنا كانت خلاص كده العجينة سابت الصينية ولمت معايا جدا. أنا عملتها في صينية، اعمليها في طاسة، اعمليه في حلة، بس الصينية واسعة فهعرف أتحكم فيها. هنا ابتديت ان انا اعمل الشربات. حطيت بس كوباية سكر وعليها نص كوباية مية، وهحط عليها عصرة ليمونة. اول ما ابتدت تغلي كده في الغليان هخليها تغلي 5 6 دقايق كده واطفي عليها. انا عاوزة هنا شربات تقيل، تمام. انا هنا مش مكترة المقدار لان انا عاوزاه للحبة اللي انا عاملاهم بس، تمام. وفاض منهم كمان، يعني المقدار ده كمان وفاض منه في الاخر، لان انا مش بحب اغرق بلح الشام يبقى معسل بزيادة. يعني أنا طبعا ما بحبش الحاجة اللي هي محلونة بزيادة، دي بتبوع النفس كده، مش بحبها. بصوا بقى هنا كانت العجينة خلاص فضيتها من الصينية وكانت بردت معايا. اوعي تحطي البيض وهي العجينة لسه سخنة عشان البيض ما يستويش معاكي في قلب العجينة، تمام. يبقى خلي بالك جدا من النقطة دي. هنا أول ما البيضة الأولانية اختفت ابتديت أحط البيضة التانية، وابتديت أنزل بكيس فانيليا مع البيض، تمام. وابتدي برضو إن أنا أخلطهم كده في قلب بعض لحد ما العجينة بتاعتي تتحول من صلبة كده ترجع تاني إيه، ترجع تاني سايلة كده معايا، والبيض ده كله يختفي معايا ما يبقاش ليه وجود. أهو بالشكل ده كده ابتديت إيه، اهو بصوا كده العجينة رجعت بقت ناعمة خالص كده معايا وملزقة. هو بلح الشام بيبقى كده عجينته كده بتبقى سايحة شوية وملزقة. هبتدي احط المقادير اللي معايا دي كده في كيس حلواني، وابتدي ان انا احط زيت على النار. هو انا كنت يعتبر كمان محتاجة ممكن زيت اكتر من كده في الطاسة، ولكن
كده بالنسبة لي كويس يعني تمام. وابتديت إن أنا بقى إيه أقص كده بالمقص، يعني لقيتي العجين بيشبك معاكي في المقص، بلي كده المقص معاكي في الزيت وارجعي قصي تاني، ده بيخلي التقطيع معاكي بيكون أسهل. طبعا هتحطي على زيت بارد خالص وانتي لسه طافية النار، يعني أول ما حطيتي كده الزيت وقدتي النار ابتدي قطعي واشتغلي على طول عشان الواحدة تنفش معاكي وتكبر معاكي. احنا مش حاطين فيه بيكنج باودر ولا حاطين فيه اي حاجة، هو من البيض العجينة بتنفش لوحدها تمام. بس شرط انك تنزليه على زيت بارد، على زيت بارد. طيب هتيجي تكملي طاسة تانية، اطفي النار لحد ما الزيت يهدى وارجعي شكلي، وبعد كده شغلي النار تاني من اول وجديد. انا هنا كنت بحطه يعني بعد ما بيتحمر معايا بحطه في الشربات اللي معايا، وبعد كده على طول بصفيه على المصفى اللي انا حطاها دي ورا الطاسة. تمام. حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا.